ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على ازاي نحول الافكار الى حقيقه. عارفين الفيلم بتاع كان اسمه ايه؟ بتاع علي صوتك بالغنى. كانوا بيقولوا في الاغنيه في الفيلم ده بيقولوا الافكار ليها جناحات. فمن ساعتها وانا بفكر، طب هل الافكار بقى ليها رجلين؟ يعني الجناحات فهمناها، ما حدش بيحبسها، بس رجلين عشان بدل ما هي افكار تبقى موجوده معانا على الارض. لو عايزين تعرفوا ازاي تحولوا افكاركم الى حقيقه، ما تسمعوش البودكاست دي، لان احنا هنا مش جايين نقول لكم تعملوا ايه. احنا لا جايين نقول مواعظ ولا جايين ندي 10 حاجات تخليك انجح واحد في العالم. احنا جايين نحكي قصص، نطرح افكار، اسئله. ساعات هتبقى مش بتضايقك، ساعات هتبقى مقتنع، ساعات مش هتبقى مقتنع، بس مش مهم. طريق السكون هدف منه هي تقديم كل ما هي بيشغل المخ عشان نجيب السكون في حياتنا الايام دي. انا ساره عبد المنعم، والحلقه دي لذيذه. طيب، ازاي نحول الافكار الى حقيقه؟ ده الصراحه دي مش فكره جات لي من دماغي. الحقيقه انه في حد بعت لنا مسج على الانستجرام او في سكون، قال لنا او بعت لي مخصوص، قال لي انا شايفك بتعملي افكار كتير قوي قوي، مش كل حد يعرف ينفذ، ومش كل حد بيعرف ان هو يخلي الفكره تحصل. فقررت ان انا هرد على السؤال ده بقصصي، بالاكسبيرينس بتاعتي. اول حاجه انا بعملها كساره هي اني لازم اولد الفكره للعالم. يعني ايه اولد الفكره؟ ايوه اولدها، انا بولد الفكره للعالم. اولد الفكره للعالم دي معناها انها لازم تطلع بره مخي، تطلع بره جسمي لبره. ازاي؟ يا اما اديها اسم. فمثلا انا عمري ما هنسى انه لما ببقى عندي عايزه اعمل ايفنت، اول حاجه بتحصل اني محتاجه الاقي له اسم. لازم اسميه زي الطفل كده، اولده اسميه. فايه اللي بيحصل لما بنولد؟ بنسميه. الفكره اتسمت فهي موجوده، فبسميها. رابطه انا فاكره كويس قوي انه اسمه، عارفين لما يبقى عندكم ناس صحابكم وتكتشفوا ان بجد اسمهم بيوصفهم. انا دايما عندي احساس ان الاسم بيأثر على الشخصيه جدا. يعني انا اسمي ساره، ساره يعني تسر الناظرين او تسر البني ادمين او تسر الغير. وانا بحس انه الجوي او الهابينس هي من الحاجات اللي انا الناس بتربطها بيا، وبحس كده في صحابي برضو. فاعتقد ان الاسم بيأثر جامد قوي على مجرى الموضوع. وفي يوم من الايام هتكلم معاكم على قوة الكلمة في حلقة تانية. فرابطه لما سميناه كان معناه رابطه، كان معناه كولكتيف. بصراحه الاسم لقيته على بنترست، يعني عشان بس نبقى واضحين، يعني ما ننزلش عليا كالوحي. انا كنت بقلب كده وبعدين ببص فجاه لقيت رابطه، حسيت رابطه، رابطه المعلم، كولكتيف. وساعتها قررت اني اعمل ايفنت اسمه رابطه. لما قررت اعمل ايفنت اسمه رابطه، اكتر حاجه بتطلع في رابطه هي انه الناس بتبقى مع بعض. وبعدين ده بعد كده بقى كمل الموضوع. طريقة تانية، مش كل الأفكار ينفع يبقى ليها اسم. يعني مثلا عايز أنزل أمشي، مثلا هسميه إيه؟ عايز أنزل أمشي. بس لقيت إنه لما بقول لحد على الفكرة، فهي بتتولد، فبتتوجد. فمثلا زمان قوي عملت حاجه اسمها 100 هابي داي تشالنج. ال 100 هابي داي تشالنج كان على السوشيال ميديا، كانت حاجه عبيطه جدا. لقيتها قلت ليه لا، ابتديت فيها، اتزنقت بقى 100 يوم اتدبسه اني كل يوم ابوست حاجه على حاجه جابت لي سعاده. ميزه الموضوع ده انه خلاني كل يوم بدور على حاجه حلوه في حياتي. تاني حاجه بعملها هي ان انا بعمل لها مساحه. يعني برضو بحس ان البني ادم ساعات بيبقى مستني الفكره، يعني بيطلع فكره وتقول يا انا نفسي قوي اعمل بيزنس او اعمل ايفنت او اعمل بودكاست. بس ما هو انا لو ما عملتش مساحه ساعه، ربع ساعه، نص ساعه علشان الفكره دي تبتدي، فهي مش هتيجي تلاقيني، مش هتدور عليا. فبالتالي انا عمري ما هنسى ان احنا ابتدينا البودكاست اللي احنا بنعملها دلوقتي دي، بجد كنا مسحومين زحمه مش عاديه. بس محتاج تحط الوقت، محتاج تحطي الوقت. مش لازم الوقت ده يبقى كتير، مش لازم وعلى فكرة عمر ما الوقت هيبقى مناسب. الوقت هيبقى دايما مش وقته، دايما مش مناسب، دايما بعدين، دايما بعدين، دايما فانا دايما دلوقتي بقوم عامله وقت، بقوم عامله وقت دلوقتي. ده يعني ايه؟ يعني يا اما بقوم اعمل الحاجه، يا اما بحدد ميعادها مع حد تاني. فمثلا جينا نعمل بودكاست، قلنا يلا يوم الثلاث هننزل، ويا ريت يا ريت كل ما نقرب الميعاد كل ما البوسيبيليتي ان احنا نبتدي احسن. وده هيجيبني للخطوه اللي بعدها، وهي ابتدي صغير. يعني ايه ابتدي صغير؟ يعني لا، انا النهارده لو انا ابتديت اني احط الخطه المتكامله الى المشروع والفكره، عمري ما هعملها. انا بعمل خطه او باخد مساحه لاول خطوه.
بالتالي مش لازم تبقى المساحة دي للمشروع المتكامل، لأنه لو ابتديت تحاول تعمل مساحة للمشروع المتكامل، أولا هتحس إن أنت ما عندكش وقت، ثانيا هتحس إن أنت أو أنت مضغوطين قوي قوي قوي، لأنه هيطلع 50,000 سبب و50,000 فكرة لليه الموضوع ده صعب. فأعمل مساحة الأول خطوة، بعد كده امشي ورا الخطوة زي ما العيال بتمشي. عارفين العيال بتمشي ازاي؟ تمشي خطوات صغيرة قوي. اخويا لسه مخلف جليلة دي حبيبة قلب عينين عمتها، ولسه متعلمة المشي، وابتديت اتفرج عليها وهي بتمشي. لقيت ان هي الطفل بيمشي بطريقة انترستنج قوي. اولا ما بيبقاش باصص هو رايح فين، هو بس بيمشي لهدف المشي، خطوة صغيرة، خطوة كمان، خطوة هقع هرجع تاني. هي ده بالظبط طريقة عمايل المشاريع أو طريقة عمايل الأفكار أو المكرونة. لما جيت أعمل رابطة، ده بالظبط اللي حصل. رابطة مشي خطوة خطوة. الأول طلعنا فكرة، ثانيا كنا عايزين ان احنا نعمل ايفنت. قررت اني اجيب ناس او مدرسين يوجا ومدرسين ويلنس وخبراء ابتديت اكلمهم احكي لهم على حاجه مش موجوده. ابتدوا يقولوا ماشي، لقيتهم ابتدوا يقولوا ماشي. لقيت ان انا عندي 60 مدرس، 60 مدرس يا لهوي، هحطهم في ستيجز عامله ازاي؟ اوكي يلا هنعمل 6 ستيجز. فابتديت اعمل الستيجز. طيب لو انا عملت ال6 ستيجز ده هيكلفني مبلغ كبير، وانا عايزه ناس تيجي تحضر. طب انا عايزه ناس تيجي تحضر، لو انا قلت له انا عندي فكره فيستيفال، على فكره رابطه اكبر ويلنس فيستيفال في الريجن دلوقتي، احب اخد اللحظه دي واقول لكم انه وقتها احنا ابتدينا رابطه ب 700 بني ادم. 700 بني ادم جم حضروا اول ايفنت عملناه في الويلنس، ما كانش حد يسمع عن الموضوع ده. لان احنا كنا الخطوه اللي بعدها، طب احنا جبنا 60 مدرس، عندنا 6 ستيجات، يا ترى هنجيب ال 700 ازاي؟ فابتدينا نفكر انه لو عملنا التذكره غاليه، اولا الناس مش هتيجي، ثانيا انا ما اقدرش ادفع لل 60 مدرس دول، مش هعرف. يعني اولا ما عنديش فلوس، يعني ثانيا ببتدي الفكره. فابتدينا نعمل حاجه اسمها الكاشلس سيستم اللي عملناه. رسمنا سيستم كده اللي هو الناس تيجي تشحن البريسلت بتاعتها وتدفع باي اكسبيرينس. فالتذكره بقت مش غاليه، لان انت ممكن والشخص ممكن يجي وبعدين يقرر يحضر حاجه واحده او 10. ثانيا هعرف ادفع للمدرس من اللي جاي مش من الفلوس اللي معايا. مش عايزه احكي لكم قصه رابطه كتير قوي، بس اللي بحاول اقوله انه ولا خطوه من دول سبقت التانية. يعني احنا فضلنا نمشي ورا الحلم. خلي الفكره تليد ذا واي. لو انا حاولت اغصب على الفكره تروح فين، يبقى هوديها بس على قد حدود علمي. لكن لو انا مشيت وراها، هي هتاخدني في حته غير متوقعه. وده هيديني النقطه اللي بعدها، وهي عدم التمسك بالشكل النهائي للقصه. سكون ستوديوز كان اونلاين بلاتفورم. محدش شاف الاونلاين بلاتفورم اللي صرفت عليه دم قلبي من لغايه النهارده. يعني يمكن في 7 شافوه مثلا. ولكن لما ابتديت البلاتفورم عملت ريتريت علشان اماركت البلاتفورم. الريتريت مشي جميل قوي، مشيت ورا الريتريت، يلا هعمل ريتريت. بعدين جات لي فكره ايفنت، مشيت ورا الايفنت. وبعدين لقيت استوديو بيفتح، فتحت استوديو. فقصدي خلي الفكره النهارده اللي احنا فيه النهارده غير خالص الفكره اللي ابتدينا بيها. فخلي let go او تخلص من التمسك بالشكل النهائي للفكره. حاجة تانية مهمة قوي، انه الافكار مش بتاعتك لوحدك. يعني خلينا نتفق انه لما جيت اعمل رابطة، كل ما اكلم حد يقول لي والله انا كانت الفكرة دي عندي، وانا عادي ماشي ما تبقى الفكرة عندك. احنا غالبا ما بنولدش الافكار فعلا. يعني قصدي غالبا حد تاني ولد نفس الطفل. مش عايزين ان احنا يبقى عندنا اي نوع من انواع النفسيات في القصة دي. فتقبل فكرة انه حد تاني فكر فيها، ولو عملها عادي اعملها، مفيش مشكلة. ما حدش قال تقلد، يعني بلاش التقليد العمياني، بس غالبا الفكرة الالهام اللي نزل عليك ده نزل على حد، على الجار اللي جنبك برضو، عادي مفيش حاجة. بس عادي كملوا، هتعمله بطريقتك، هتعمليه بطريقتك. واللي خلاني اكتشف الموضوع ده مرة، انه انا كنت مقتنعه ان في ناس بتقلدني. اوكي ابص اعمل فيستيفال، ابص الاقيهم عاملين فيستيفال بديزاينز شبه الديزاينز بتاعتي قوي. اعمل مش عارفه مين، الاقي حد تاني بيقلدني، عايشه بقى الدور كاني انا الوحيده وانا بعمل
البودكاست دي اقتنعت ان احنا اول ناس بنعمل ويلنس بودكاست بالعربي. ايه الهبل ده؟ في ناس غيري كتير جدا عاملين بودكاست ناجحه جدا، احنا عندهم hundreds of thousands of subscribers واحنا عندنا ما شاء الله عندنا 800 وانا بعمل الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو هيبقوا الوفات يعني. ولكن اللي بحاول اقوله انه انا كنت فاكره ان الوحيده اللي بطلع الافكار دي، لغايه لما في يوم من الايام ببص على اسم ايفنت احنا عاملينه، وببص على ناس تانية بيشتغلوا في نفس المجال بتاعنا، لقيت ان احنا عملنا ايفنت بنفس الاسم بتاعهم وهم اللي ابتدوا الاول، وانا متاكده احنا طلعنا اسم الايفنت ده فين وازاي فابتديت اقتنع انه فكوكوا بقى مين بيعمل زيي مين مش بيعمل زيي، ما تشغلوش بالكم حد تاني ينفذها فانا خلاص مش هعملها، لا عادي اعملها. وما تيجي تعمل الفكره لم ناس، يعني هات لك بقى مجموعه. الافكار بتحب الونس، يعني جات لك فكره عايز تنفذها احكي لحد عليها، يمكن تدخل حد معاك، يمكن حد يساعدك، يمكن لما يبقى فيها ونس تبقى لذيذه، possibility انك تكمل عادي. بس برضو ما توقفش نفسك لما يبقى عندي الخبير اللي هيجي يساعدني، مش لازم يبقى في خبير. لازم 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 تتقبل يا لهوي، يعني يا لهوي اللي انا عملتها من شويه وانا بقول لكم يا لهوي يا لهوي، لازم تتقبل او لازم تتقبلي يا لهوي، لان واحنا بننفذ الافكار هيبقى في لحظات يا لهوي. عمري ما هنسى المكالمه اللي جات لي قبل الايفنت باسبوع، لما السبونسر بتاعي قال لي انه الاوض اللي كانوا حاجزينها لنا مش موجوده، وانا عندي ناس جايه وناس وعداهم بقى بالاوض وقالوا لي السنه اللي فاتت المكان كانت كورونا فما كانش فيه حجوزات، فاحنا استنينا خدنا راحتنا، وبعدين السنه دي فجاه اتفاجئوا انه شهر 11 اللي بيحصل فيه الايفنت هاي سيزون فكل الاماكن محجوزه، فانا فجاه عندي ضيوف كتير جايين ومش عارفه هقعدهم فين، هقعدهم على حجري. وبعدين ابتديت انا فاكره انا كنت قاعده ساعتها في الزمالك بشتغل مع 3 اشخاص، احنا عملنا اول رابطه ب4 بني ادمين، وجالي ضربات قلب سريعه عشان بس هدي نفسي طلعت بره المكان وقعدت الف حوالينه في الشارع واعيط اعيط اعيط اعيط. المهم انه بالصدفه لقوا شقق مكان الاوض. المهم يعني الموضوع اتحل، مش قصدي مش مهم ايه اللي حصل، المهم ان الموضوع اتحل. انا عمري ما هنسى لما عزمنا 60 مدرس وقررنا نعمل 6 استيجات، رحت قبل الايفنت باسبوعين، اولا معيش فلوس اعمل 6 استيجات، ثانيا مفيش مكان على الارض، مساحه الارض لا تسمح بوجود 6 استيجات. اوكي ندى تضحك عليا عشان بقول استيجات، المسارح. ف كان ناقصنا ستيج مدور، ستيج مظلل، وناقصنا اوضه تنفع تبقى مكان هادي، وناقصنا حاجه اسمها الوان اون وانز. انا كنت حاطه في البرزنتيشن بتاعتي وانا بتخيل ان هنعمل مكان بنقدم فيه خدمات شخص يعني برايفت، خدمات برايفت، فانا تخيلتها انها مثلثه كده. اوكي حطيتها في البرزنتيشن، ولدنا الفكره بس ما فيش مكان نولد. اوكي فوصلت للارض اللي هناك، وبعدين بتمشى حواليا ومعايا صديقي او وزميلي اللي بيعمل البرودكشن، ف بيقولي صراحه جميله الافكار ولو لقينا الفلوس بس ما فيش مكان. وانا واقفه كده ببص برمي عيني، لقيت فيه زي اكستنشن كده للمكان مش تبعه، زي ارض كده لازقه في الارض اللي احنا فيها دي. فبقول له ايه الارض دي؟ كان في سور صغير كده نطيت فوقيه، وبعدين لقيت اوضه كده، المكان احنا في مزرعه فالمكان كله مفتوح، وانا عايزه اعمل حاجه اسمها ذا كوايت روم. الكوايت روم دي ما شافتش الحياه بعد كده، يعني كانت سنه ومحدش عبرها، بقت توكس اريا بعد كده. ولكن لقيت المبنى ده، فبقول ايه المبنى ده، فمشيت وراه لقيت اوضه تنفع هايله 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 ان هي تبقى اوضه الهدوء. ببص وراها لقيت كوبري ده لقيته بيوصل ببص على شماله لقيت 8 مباني على شكل مثلث حجم صغير كده. بقول ايه ده؟ بعدين ببص في اخر الكوبري لقيت مكان مدور كده، يا دوبك لو قفلته بقماش هيبقى المسرح المدور. برمي عيني وراه، انا والله العظيم ما ببالغ في ولا كلمه من اللي انا بقولها، برمي عيني وراه لقيت ارضيه خرسانه مصبوبه، جنابها في تمر حنه ومظلله، المكان المظلل اللي انا محتاجاه، كل حاجه لقيتها قدامي موجوده. فاللي انا بحاول اقوله انه
لازم تتقبل اليلهوي، وانه في الاخر لازم يبقى عندك يقين او عندك يقين انه هتتحل. ولو ما اتحلتش لازم تتقبل المصيبه اللي في الاخر. يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل رابطه. طبعا انا شريكتي لو شافتني بقول الكلام ده، ويا رب هي مش عارفه هتتفرج ولا لا، بس لو اتفرجت احتمال ترميني بالقبقاب، لانه من اللي انا هقوله دلوقتي. بس على صعيد ما انا متاكده اني كنت من جوايا عارفه ان احنا هنخسر فلوس في رابطه، كنت عارفه. يعني ما اقدرش اقول انه ده شيء فاجئني، انا عارفه ان احنا كنا هنخسر فلوس. فانا على صعيد ما كنت متاكده انه ان احنا هنخسر فلوس، وكنت متقبله على اخر الموضوع. ما كنتش سعيده وما كنتش بحاول اوصل للموضوع ده، ولكن كنت متقبله اخر المصيبه. الواحد لما بيتقبل اخر المصيبه بيبقى عنده نوع من انواع لو خلاص انا عارفه دي اخرها وانا متقبلاه. اخر حاجه عايزه اقولها لكم هي انه دايما هيبقى في سبب لانك ليه ما تنفذش الفكره دي او ليه ما تنفذيش الفكره دي. يا اما ما فيش وقت، يا اما ما فيش ريسورسز، يا اما ما حدش بيساعدني، يا اما اكيد مش انا اللي هبقى بريتني سبيرز. لا، بريتني سبيرز ما كانتش عارفه انها تبقى بريتني سبيرز، انت بريتني عادي. اوكي. وانتي بريتني. حاجه كمان هي فكره انه والمبدا بتاع ما هو طبعا ما هو سهل. ما في حد عمل لي كومنت على واحد من الفيديوهات قال لي ما لما بتقبضي 5000 دولار في الشهر طبيعي تقولي الكلام ده. اولا يا ريت نسمع من بقه ربنا نقبض 5000 او 1000 حتى. ولكن اللي انا عايزه اقوله انه كنت بفكر في القصة دي، فكرة ان اكيد القدرة على اتخاذ القرارات اللي فيها مخاطرة حجر على الناس اللي مستواها المادي كويس، او ان لما يبقى عندك مستوى مادي كويس ما طبعا هتاخد المخاطرات وتنفذ الافكار و ولكن اللي انا قعدت افكر فيه بعد شوية هي انه عارفين فكرة ان على قد لحافك مد رجليك. في بقى فكرة تانية انه على قد سريرك هتطلع رجلك بره اللحاف. يعني انا خدت بالي ان انا كل لما كنت ببقى الطلبات عليا بتزيد كل ما باخد مخاطرة اكبر. فبالتالي الموضوع نسبة وتناسب، ملوش علاقة بحجمك قد ايه. هو كلنا عندنا حجم معين، وكل واحد ليه اللي اكبر منه وليه اللي اغنى منه وليه اللي دايما. بس المخاطرة دايما نسبة وتناسب. ومش لازم المخاطرة، يعني قصدي برضو ساعات مش كل الأفكار محتاجة مخاطرة، ولكن كل أفكار محتاجة نوع من أنواع الاستثمار على مستوى المشاعر، على مستوى المجهود. ومش لازم اللي هو من جد وجد. من جد وجد for sure، مش بلغي الموضوع ده، ولكن اللي بتكلم عنه انه دايما هيبقى عندك سبب او دايما هيبقى عندك سبب ان الفكرة دي ما تحصلش. سهل قوي ان الواحد يلاقي السكون لو فوق جبل، او من غير عندوش افكار، قاعد بقى من غير افكار بقى، ما مش حاجه شاغله باله. لكن صعب قوي ان الواحد يلاقي السكون في حياته اليوميه لما يبقى مشغول، وفي نفس الوقت نفسه يعمل حاجات كتير مش عارف يعملها. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تلايك، شير، سبسكرايب، وسيبوا لنا كومنتس، اسالونا اسئله. بنحب قوي قوي الانتراكشنز دي، وبتدينا كمان فكره عن الافكار، التوبكس اللي جايه او المواضيع اللي جايه اللي انتم حابين تتكلموا فيها. انا اسمي ساره عبد المنعم، وده كان طريق للسكون.